بنتها هبال، لا مجال للمقارنة، لا من حيث السعر، لا من حيث البنة، ولا من حيث الكمية. بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. مرحبا بكم البنات في فيديو اليوم. إن شاء الله تخلوا صلاة على حبيبنا رسول الله في التعليقات، واللي ما هيش مدايرة اشتراك تضغط على زر الاشتراك، وإن شاء الله راح نشوفوا معايا في قناتي كل ما هو مفيد بإذن الله. هنا كنت بعد الفطور شربت قهوتي، هادوك الحبيبات تاع المقروض بعتتهم لحماتي باسكو على بالها باللي ما نقدرش ما نذوقش المقروض كي نشم ريحته في الدار. اما انا مازال ما درتش المقروض. هنا بعد الفطور كما قلت لكم شربت الفنيجل تاعي تاع القهوه، جيت لافيسال هنا حطيت الماعن اللي لازم يتحطوا في لافيسال. وهنايا شوفوا لي يا للياتي هذاك البنيون وريته لكم، كنت كلاصيته قبل الفطور قبل ما نحط الطاوله تاع الفطور. وهنايا شوفوا لي هذيك التروينه، هنايا هاد الماعن هادو اللي كنت كلاصيت بيهم وكلاصيت فوقهم كان فيهم شوكولا، كنت حطيتهم حطيت لهم الماء يغلي باه هكا تنحالي هذيك الشوكولا بالخف. وكنت هنا نغسل فيهم كما راكم تشوفوا. والله منهم الله منكم خواتاتي الحلواجيات، والله غير يرون الدنيا. وحده باش تخدم الكاطو ودير لي كوموند لازم يكون عندها المعاونه، ولا لازم تكون تخدم في بلاصه سبيسيال، تكون عندها ورشه سبيسيال تخدم فيها، ولا الى هكا في الدار لازم تكوني قدها وقدود. لازم ما تخلطيش الوقت تاع الخدمه تاع الكاطو مع الخدمه تاعك تاع الدار، لازم تكوني مدايره بروغرام صح وواقفه عليه وتكوني منظمه، سينو باه توفقي بين تخلي دارك نقيقيه وتخلي لي كوموند تاعك مخدومين شويه صعيبه. هنا كنت كملت معناتي، هنا جيت نغسل لوفي تاعي، نمسحو الدنيا ويا مازال نقى يلي ما يبقى هاد الايامات محال يبقى نبقى في الكوزينه حتى كيما قلت لكم نفضوا علينا التخلاط تاع الكاطو، وكل وحده دير على حساب صحتها، على حساب ميزانيتها، على حساب الوقت تاعها. الانسان ما يكثرش، خاصه وحده كي تعود ما عندهاش مهيبه ولا عندها عروسه تديلها العيد، ولا معليش الانسان يخدم اشياء على جال وليداته اكيد يحبوا ياكلوا كاطو نهار العيد، نحبوا كامل هذيك الطابله تاعنا تكون مزينة فيها هكا موديلات تاع كاطو، ولكن الإنسان بدون إسراف. هنا نمروا للوصفة تاعنا، هنايا اللي جيت نحضرها معاكم بزاف بنينة وبزاف ظاهر فيها الذوق تاع البيستاش عكس اللي نشروها من برا. هنا كانت عندي 80 غرام تاع البيستاش و40 غرام تاع اللوز به بقشورو. كنت هنايا حمصتهم بيان وجيت هنا رحيتهم هنايا ترحيهم في روبو اللي يكون عندك ولا حتى يعودوا بودغ. انا هنا تالمو هاد الروبو هذا تاعي قوي الله يبارك. شوفوا كيما حطيته كيما رجعت لي زبده، بدا هذيك المكسرات تخرج في الزيت تاعها. ليسونسيال نتوما هنايا ترحوها مليح حتى تعود بودغ، والى عادت لكم زبده كيما هنايا تاعي تاني عادي. هاد الوصفه البنات تاع الوراشات يخدموا بها لي غاتو في الوراشات وتجي كيما قلت لكم بزاف بنينه عكس اللي تتباع برا فيها غير لي زاغوم والملونات وكامل. المهم هنا الكميه تاعي تاع المكسرات، هنا تقدروا ديروا 80 غرام كيما انا بيستاش مع 40 غرام تاع اللوز، كيما تقدروا تاني ديروا الكميه كامله تاع بيستاش كي باغ اكزومبل 120 غرام بيستاش.
نحتاج تاني هنايا كاس غير ربع تاع الزيت، هداك الكاس تاع أم والد تاع 120 مليلتر نديرو فيه كاس غير ربع. راني حطيت الكمية الأولى، خلطت شوية من بعد كملت باقي الكمية. هنا بالنسبة للسكر غلاس كنت خدمت ب65 غرام، هاد الكمية تقابلها 65 غرام تاع سكر غلاس. خلطت كل شي مع بعضه، وهنا جيت للمرحلة الثانية اللي نجيب فيها 165 غرام شوكولا بيضاء، 120 غرام تاع حليب بودرة، حليب الغبرة 120 غرام، و120 مليلتر تاع ماء يكون ساخن ساخن بزاف. ونخلط كل شي مع الخليط تاع المرحلة الأولى تاع البيستاش واللوز ومع هداك الكاس غير ربع تاع الزيت. وهنا شتو هذيك لا كولور اللي تكون خرجت لي باردة، نجيب هنايا نقطة فقط من لاغوم تاع البيستاش ونقطة تاني من الملون الأصفر هكا، ونعاود نضربهم في الاشواق تاعي حتى نتحصل على هاد لاكولور هادي. تحتفظي بها في الثلاجة أطول مدة ممكنة. البنة ما نحكي لكمش، جربوها وخلوا لي رايكم في التعليقات. أنا هنايا كنت راح نحشي بها لي سيجار، كنت وجدت لي سيجار من قبل ما شاركتهمش معاكم. وهنا بالنسبة لهاد البيستاشيو هادي راح تجي في الأول تبان لكم جارية، من بعد بمجرد أنها تبدا تجمد تحكم روحها هذيك الشوكولا راح تحصلي على نفس القوام اللي رايحة تتباع برا، وأحسن أحسن أحسن منها بزاف البنان. كي تجربوها راح ينتخلولي. هنا أنا قلت لكم لي سيجار كنت ما شاركتهمش معاكم لضيق الوقت، جيت عمرتهم بهذيك الكريمة هذه اللي خدمتها معاكم تاع البيستاشيو. حطيت فيها الكنافة ولا قطايف محمصين، وهنا بديت نحشي فيها. هنايا من الأسرار اللي كي تعودوا تحشوا في لي سيجار تاعكم ما تدخلوش لابوش لداخل كامل، باسكو هكا راح تكسر لكم الحبة تاع السيجار. وما تخلوش تاني الحشو تاعكم عاصي كيما وريت لكم من قبل، باسكو الا خليتوه يابس شوية رايح يعذبكم. انا هنا كنت درت شوية، جاتني شوية يابسة، عاودت حطيت لها هذيك لاكريم اللي خدمت معاكم، وهنايا وليت حشيتهم بكل سهولة. سوديتها منا ومنا بالقطايف بعد ما رحيتهم هكا باش ما يخرج ليش الحشو. وهنايا بعد ما قلاصيتهم وزينتهم بهاد لي بياس هادو اللي يجو في ترانسفير تاع عيد مبارك. جيت هنايا نقسم معاكم حبة. شوفوا والله من أحسن الكريمات اللي رايحين تعتمدوها في كامل الحلويات تاعكم. شاهيتكم في الجنة حباباتي. إن شاء الله اللي بقات للحظة هذه من لا فيديو ما رايحة تخسري والو حبيبتي، خلي لي زر الجيم، خلي لي اشتراك. سلام.